شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على دعم مصر لسيادة واستقرار ليبيا. خلال استقباله قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر في القاهرة، أكد السيسي ضرورة التصدي لأي تدخلات خارجية في ليبيا وإخراج جميع القوات الأجنبية منها. كما أكد السيسي وحفتر أهمية تكثيف الجهود الدولية والإقليمية للتوصل إلى تسوية سلمية تحفظ استقرار السودان وسيادته ووحدة أراضيه. شدد على أن استقرار السودان يرتبط ارتباطا وثيقا بالأمن القومي لكل من مصر وليبيا. ضم إلينا من القاهرة الصحفي محمد محي الدين. أهلا محمد. بالطبع زيارة حفتر إلى القاهرة والحديث ممكن عن ليبيا، لكن أعتقد أن السودان كان يعني على الأجندة وربما بنفس الأهمية. ما الذي تضمنته هذه المحادثات وما الذي خرجت به؟ بالفعل فالسودان هذه الدولة الجارة لكل من مصر وليبيا، والتوترات والنزاع الدائر في السودان يشغل مصر وكذلك الجانب الليبي، وهو كان على طاولة هذا النقاش. تم التأكيد على أن السودان وما يجري به هو يعتبر أمن قومي لكل من مصر وليبيا، وتم التأكيد على ضرورة دعم الجهود الإقليمية والدولية التي تهدف إلى تسوية هذه الأزمة السودانية. بالطبع الأزمة الليبية كانت على رأس الاهتمامات والنقاش الذي دار بين الرئيس المصري وكذلك المشير خليفة حفتر، حيث تم التأكيد على عدد من الثوابت المصرية تجاه الأزمة الليبية. أول هذه الثوابت هو رفض التدخل الأجنبي. مصر أكدت على ضرورة التصدي للتدخلات الخارجية والأجنبية، باعتبار أن مصر ترى أن الحل للأزمة الليبية يجب أن يكون بقيادة وملكية ليبية. وتم التأكيد من قبل الرئيس المصري على ضرورة العمل على إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من الجانب الليبي، بالإضافة إلى أمور أخرى تتعلق بوحدة وسيادة المؤسسات الليبية، وكذلك أولوية إجراء الانتخابات خصوصا الرئاسية والبرلمانية في وقت متزامن. شكرا جزيلا للصحفي محمد محي الدين، حدثنا من القاهرة.